السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي في هذا الفيديو الجديد. موضوعنا اليوم عن مباراة المنتخب الوطني الجزائري ضد منتخب الصومال ضمن تصفيات كأس العالم 2026، وسنتحدث عن أبرز النقاط المتعلقة باللقاء، موعده ومكان إجرائه، وأهم ما جاء في استعدادات المنتخب الوطني قبل الدخول في صلب المواجهة. تتجه أنظار الجماهير الجزائرية مساء الخميس المقبل الموافق للتاسع من أكتوبر 2025 إلى ملعب ميلود هدفي بمدينة وهران، حيث سيستقبل منتخب الجزائر نظيره الصومالي في مباراة قد تكون حاسمة في مشوار الخضر من أجل التأهل إلى المونديال. المنتخب الجزائري يدخل المواجهة بمعنويات عالية، وبعد سلسلة من النتائج الإيجابية التي وضعته في صدارة مجموعته بفارق مريح من النقاط، ليقترب أكثر من التأهل إلى المونديال. وبسبب غياب البنى التحتية الرياضية في الصومال، تم الاتفاق على إقامة المباراة في الجزائر في ملعب وهران، وهو ما يمنح محاربي الصحراء أفضلية واضحة من حيث الأرض والجمهور. الاتحاد الجزائري لكرة القدم أكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار التضامن الرياضي مع منتخب الصومال، وفي الوقت ذاته لضمان أفضل الظروف الفنية للمباراة. بيتكوفيتش على تشكيلة متوازنة تجمع بين الخبرة بقيادة النجم رياض محرز والمهاجم بغداد بنجاح ومحمد اللمين عمورة، إضافة إلى الحارس الواعد لوكا زيدان الذي يواصل إثبات جدارته في حراسة المرمى. الانضباط التكتيكي والفعالية أمام المرمى سيكونان مفتاح الفوز في المباراة. يسعى المنتخب الجزائري إلى أداء مقنع يطمئن الجماهير الجزائرية من أجل التأهل إلى المونديال. موعد المباراة سيكون يوم الخميس 9 من أكتوبر 2025 على الساعة 5 مساء بتوقيت الجزائر بملعب ميلود هدفي بولاية وهران. القنوات الناقلة ستنقل المباراة على القناة الأرضية الجزائرية والقناة السادسة وشبكة SSTC سبورتس السعودية. المنتخب الجزائري يحتاج إلى 3 نقاط فقط ليضمن تأهله رسميا إلى المونديال. نتمنى عرضا قويا يؤكد جاهزية الخضر لتحقيق حلم المونديال من جديد. كونوا في الموعد وشجعوا منتخبنا بكل فخر. دمتم بخير وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.